دخل جمل على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعرفه، ووضع فمه على أذن النبي وأنصت له النبي حتى فرغ من كلامه. ثم قال الرسول: أرسلوا إلي فلان ابن فلان. فجيء به للنبي، فقال له النبي: أأنت صاحب هذا الجمل؟ قال له: نعم يا رسول الله. فقال له: إنه يشكوك إلى الله لأنك تقسو عليه وتحمله أقسى مما يطيق، وقد أصبح الجمل كبير السن، بعه لي إذا كنت لا تهتم به. فباعه الرجل للنبي. فقال النبي للجمل: اذهب كما تشاء وارعى كما تشاء ولا تحزن على ما مضى. فانحنى الجمل على أذن النبي وكلمه بلغة لا يفهمها غيره، والرسول يقول: أمين أمين أمين. وفي الرابعة بكى النبي، ثم رحل الجمل. فسأل الصحابة النبي: يا رسول الله، لماذا أمنت 3 مرات وبكيت في الرابعة؟ فقال النبي: إن الجمل دعا لي الله قائلا: جزاك الله يا نبي القرآن عني وعن الإسلام خير. فقلت: آمين. ثم دعا قائلا: وأنقذ الله أمتك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فقلت: آمين. ثم قال لي: وستر الله أمتك يوم القيامة كما سترتني. فقلت: آمين. ثم قال: ولا جعل الله بأسهم بينهم. فبكيت لأنني أعلم أن بأس هذه الأمة سيكون بينهم شديد. صلوا على شفيعنا يوم القيامة وشاركونا استغفاركم في التعليقات.